أهلا بكم أعزائي ومتابعي المشاهدين. شاهد كيف يستعد دير درونكا لاحتفالات موسم العذراء مريم 2026. تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر وبلاد المهجر لبدء صوم السيدة العذراء مريم في 7 أغسطس 2026، والذي يستمر لمدة 15 يوم، وتقام خلاله الصلوات والقداسات اليومية والنهضات الروحية في مختلف الكنائس. ومن جهته أعلن نيافة الأنبا يؤنس مطران أسيوط ورئيس دير السيدة العذراء بجبل درونكا الضوابط والترتيبات الطقسية والتنظيمية الجديدة الخاصة بحجز غرف المبيت بالدير لموسم نهضة السيدة العذراء مريم لعام 2026. وأوضح نيافته خلال كلمة ألقاها من كاتدرائية رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بأسيوط أن فتح باب الحجز المبيت بالدير بدأ يوم الخميس الموافق 4 يونيو 2026 في تمام الساعة 11 صباحا، مشيرا أن تم إرجاء موعد الحجز هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، جاء لمنح الفرصة الكاملة للراغبين في الحجز المحافظات البعيدة لترتيب أوضاعهم. وشدد مطران أسيوط في رسالة حاسمة وجهها لجميع الأقباط الراغبين في الإقامة بالدير على ضرورة الالتزام بالأمانة والوضوح الكامل بشأن فترات التواجد الفعلي داخل الغرف، محذرا من ظاهرة ترك الغرف مغلقة دون إشغال خلال أيام الموسم. وقال الأنبا يؤنس أن من يغلق غرفته بالدير ولو يوما واحدا وهو غير متواجد بها فإن بركة من السيدة العذراء ستقل، ومن يغلقها يومين وستقل بركته إلى الضعف، ومن يغلقها 3 أيام ستقل بركته 3 أضعاف. ويجب على الجميع أن يكونوا في منتهى الوضوح معنا. من يريد المبيت فليخبرنا بيوم وصوله ويوم مغادرته بدقة. ويقيم دير السيدة العذراء بديرونكا على مدار 15 يوم النهضات الروحية خلال صوم السيدة العذراء مريم بدءا من 7 أغسطس حتى 21 أغسطس 2026، على أن تبدأ النهضة من الساعة 6 مساء إلى الساعة 10 مساء. وترأس قداسات ونهضة صوم السيدة العذراء مريم في درونكا نيافة الأنبا يؤنس أسقف أسيوط، ويستقبل دير العذراء نحو 2 زائر من مسلمين ومسيحيين بمختلف محافظات مصر سنويا، فيما يشهد حضورا كبيرا يومي الأحد والجمعة. كما يترأس الأنبا يؤنس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط صلوات القداس الإلهي يوميا وصلوات التسبحة مساء كل ليلة بصوم السيدة العذراء مريم. واستقبل الدير الزوار المقيمين به بمبنى الضيوف الدائمين، وذلك منذ بداية الشهر الجاري والذي يقيمون بالدير طوال فترة الاحتفال بالصوم. بركة وصلوات وشفاعة الست العذراء تكون معنا جميعا آمين. من فضلك لا تنسى الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس على وضع الكل، وعمل لايك ليصلك دائما وأبدا كل جديد من القناة. شكرا لكم.